السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، يعودها عليكم الايام بخير. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله يا رب يا رب، وترفع اعمالنا كده ان شاء الله، اعمالنا كتيرة 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 في شهر شعبان. يا رب تقبل مني ومنكم من جميع أمة محمد جميعا ان شاء الله. النهارده مع بعض نعمل سمك. قلنا تغيير بقى عن اللحمة والفراخ، طبعا الفراخ غالية واللحمة غالية، والسمك طبعا يعتبر أرخص حاجة. السمك ده أنا جايباه الكيلو ب60 جنيه بتنضيف، ب60 جنيه. لكن اللحمة نجيبها كام؟ ب280، والفراخ ب70 وب80. هو ربنا يرخص، طبعا الفراخ رخصت شوية، ربنا يرخص يا رب. بس تعتبر برضو السمك أرخص من اللحمة والفراخ. هنعمل النهارده سمك ان شاء الله مع بعض. هغسله بقى وارجع لكم تاني. انا السمك دوت انا كانت عندي تتبيله سمك قبل كده، كنت جايباه برضو وبحط تتبيله، فطبعا شلتها اهيت. قلت بس هحط بس عليها بس ليمونه واحده بس. وهعمل طبعا جنبها الرز بالبصل والجزر، وهشوي جنبها واحده بتنجان هعملها بابا غنوج. بعد بقى ما غسلته هحط له حبه دقيق، حطيت حبه دقيق اهوت، واحط له كمان حبه ملح. انقعهم بقى ايه، انقعهم فيهم واسيبهم منقوعين شويه لمده ساعه كده، دقيق مع حبه ملح كده بقى. اسيبه ايه زي ما قلت كده ساعه، عشان الدقيق مع الملح بيعين ايه، بيعين الزفار. اهم حاجه في السمك غسيله، اهم حاجه غسيله. بياخد وقت اكتر من الفراخ واللحمه، يعني الفراخ ما بتاخدش تنظيف كده ولا وقت زي السمك، عشان مبقاش ريحته زفره ولا حاجه. كده بقى هسيبه ساعة واعمل الرز. البتنجانة دي بقى هاخدها وهحطها ايه على عين البوتاجاز من فوق، اصغر عين هحطها عليها، هشويها. بس ايه، افتحها بس كده من الجناب عشان ما تاخدش ايه، ما تاخدش سوا معايا. هعلق عليها على البوتاجاز، اصغر عين هحطها. اقطع بقى بصلتين الرز. انا معلقه على الحله اهيت، حتى الزيت يقدح شويه. نقطع البصلتين، بعد كده ايه، افرم الجزر ده. ما تفرموش البصل قوي عشان ما ينزلش ميه، عشان لو نزلتيه ميه مش هيستوي بسرعه. بص الفرمه بتاعتها، يعني منه لا خشن ولا منه ناعم. لسه الزيت ما نزلش. اخد بقى كمان الجزرتين دول، نجرب بقى الرز بالجزر. الطريقه هتعجبك اوي ان شاء الله. بدل ما ابشره احطه في الكبه. بص مفروم ازاي. اقلب بقى البتنجانه كده على الناحيه التانيه. بص دي كده استوت اهي. اقلبها بقى كده شويه، افضل اقلب فيها لغايه ما تستوي خالص. البصله بتاعت السمك انا ما بحمرهاش اكتر من كده، في ناس بتحرقها، انا ما بحمرش اكتر من كده. الرز كده بس كده شوحت اهوت. انزل عليه بقى ايه بشويه الجزر. الجزر دوت هيديله طعم وهيديله لون. جربي كده البصل ده، جربي رز السمك دوت بالطريقه دي كده بقى. بعد ايه ما حطيت عليه الجزر وقلبته كام تقليب اهوت، الشوح اهوت. احط له بقى الميه بتاعته كده. انا غسلته اهو وشطفته. بص قلب السمكيه، بصي بصي منظر السمك زي الفل. اهم حاجه السمك غسيله وتحيقيه حلو، هيطلع معاكي زي الفل.
انا غسلته اهوت ومصفياه. اتبله بقى. برضه ايه هسيبه شويه. كده تبلت السمكه بالتتبيله بتاعتها اهيت، اسيبه بقى يتملح فيها شويه واشوف هعمل ايه. دي بتنجان بعد ما اتشوت اهي، هقشرها اهي بالسهوله اهي. عشان ايه؟ عشان استوت، عامله زي الزبده اهي. بعد ما قشرتها اهيت اقطعها بقى واحطها في الكبه. كده بقى هضرب البتنجانات في الخلاط. هحط لها قرن فلفل اهيت، هحط قرنين، هحط فصين توم اهو، وعودين ايه، وعودين كزبره. البتنجانية احطها اهي. مع التوابل بتاعتها بقى احط لها حبه شطه، حبه كزبره ناشفه، حبه كمون، مع شويه زيت، مع معلقه خل. ده كله كده اضربه ايه، اضربه ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كويسه اهي اهي، مضروبه كويسه اهي عشان البتنجان مستوي. معلش يا جماعه، انا نسيت معلقه الملح. هضربها تاني اهي بمعلقه الملح. وده كده الطبق البتنجان بتاعنا اهو، احلى طبق بتنجان. نحط كمان عليه للتزيين حبه كزبره خضراء. عندك بقى طحينه حطي، ما عندكيش مش اشكال، مشيها. هتاكلي احلى طبق بتنجان مشوي. علقته على الرز اهوت، احط بقى عليه حبه ملح وحبه كمون. معلقه الملح، زودي الملح يعني سنه صغيره بس كده، عشان ايه، البصله بتبقى معسله في الرز. زودي الملح الرز بتاع السمك حاجه بسيطه قوي، يعني انت بتحيقي الرز عادي بس زوديه شويه عشان الرز السمك البصل معسل. ولو حطيتي الملح مظبوط قوي يعني مظبوط كده بيبقى دلع شويه. وحبه ايه، حبه الكمون. يغلي بقى وطي عليه. دقيق السمك بحط عليه معلقه نشا وحبه كمون وحبه ملح. رشه كمون اهي كمان، ومعلقه ملح. نقلبه بقى كله كده ببعض. النشا هتنشف السمكه شويه، والملح طبعا هيملحها هو والكمون، وهيديها طعم حلو السمك. جربوه كده مش هتندموا والله. هقلي بقى السمك دلوقتي وهرجع لكم بقى تاني. وكده طبق السمك بتاعنا خلص اهوت. قليته وعملت سلطه بابا غنوج وسلطه خضراء والرز والجرجير. طبعا الرز ده جربوه بالجزر هيعجبكم قوي.
ويا رب الفيديو يكون عجبكم والبنات استفادت منه، واللي ما تعرفش تخش المطبخ تخش وتجرب، ما تقولش لا انا مش هعرف، لا تخش وتجرب. ومع السلامة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.